فيديو اليوم حبيت أغير لكم جو بنفس الوقت نطلع من الطاقة السلبية يلي أنا مريت بيها بالأسبوع الماضي. صراحة مريت بأيام جدا صعبة، وبنفس الوقت قلت لحالي ما بغير الطبيعة يلي تقدر تسحب لي الطاقة السلبية اللي أنا بيها. ونشوف الفيديو ولا تنسون لايك واشتراك، وربي يسعدكم حبايب قلبي. وهاي وصلنا يا عيني على المكان الحلو. نايا ما تقدروا تشوفونا غير في البلفيانة. وليت مبسوطة والله. ثريا شلون ظابطة معك؟ ثريا حلفت لا تلبس القبعة مشان الشمس. هاي الطاقية تبع فستان نايا بس ما له علاقة باللياقة أبدا. مرحبا محمد. يا الأجواء تجنن. ها احنا راح نروح هناك الحين بعد عن الناس، وبنفس الوقت يعني تصير أطلالة أكثر. نايا دادا ثريا عمار رايحين نقطع التيل نروح على سوريا صح؟ يا سيدي شايفين يا جماعة هذا التيل بعد هذا التيل سوريا. هنا أحلى فيلم يتصور. يا الله، معقولة تاركين تركيا ورايحين على سوريا يا عمر؟ متخيل؟ ايش قد عشنا أيام سيئة وأيام حلوة بتركيا؟ يا الله يا عمر. ايه الوداع يا تركيا الوداع. يا عمر هوا ها؟ ايه ها اني فهمته غلط عن جد. شوفوا شلون كل ما دعنا نرتفع كل ما تبين كل ازمير تقريبا. نايا شوفوا لنا شلون مشيوله. وين بدنا نروح؟ ثريا تعالي شوفيني شوفيني ايش قد لميتي. ايه شطورين. يلا حطونا هناك. راح عمر يجيب لنا الكرسي مشان نقعد نايا. يا اجواء حلوه تبين ها، بس ما اعرف بعد ما تغيب الشمس عجب راح يصير الجو بارد ولا لا، بس يكون يعني احنا مشغلين جمر فما يأثر عادي. اجواء تجنن. حاسه حالي اول مره مبسوطه مشوار والدنيا شمس مكملتها معانا والهواء مو بارد لحد الان، مو بارد الحمد لله رب العالمين. ما ادري عمي شغلنا نار يمكن. الله على الاجواء البدويه. ويلي ولو ملاحظين حرقها وبعدين تصير اجواء سخاميه بعدين. هذا الحطب لما ينام من الجبل بس شوفهم عن جد تقول في اللين دا ينحرق. ياي بسم الله كثير. الشيء الحلو انه ما بحوالينا شيء ينحرق يعني الحمد. حاولوا يا جماعة ما بشيل واجبكم يعني قاعد شويكم. طبعا عمر مبتلي بالشوي وانا دعلكم له، ولو ان انا تمنيت يجيب الشقف قلت احسن بس واحد شقف بصير خالصين بس ما جازي رغيفك ها. لك صحيح ما حطينا البصل. امسك البصل اهم شيء حبيبتي. جهزي رفانش لانه هذا قرب يستوي. لا عمر ما يلحقن والله ما يلحقن له. لك تمام انت جهزيه لانه فورا. عمر دوتش لي شو اسمه مشوي لي. ما بيها حتى لحظة هلا بتقرب لك اللعبة مالي لا هاي منه. وطبعا طلعنا على جبل قريب من أزمير هو، بس طلالته حلوة تجنن يا بنات. عن جد ارتاحت نفسيتي بهالروحة والله ما أشرح لكن. يعني هي أجواء بسيطة بس بنفس الوقت تغير جو يعني الاكتئاب والزعل والمشاكل اللي تصير. تحسين حالك بهذا اليوم تنسين كل شيء. طبعا بلشنا نشوي. أنا ألضم لعمر اللحمة وهو واقف على المنقل. أنا جهز وأحطه هو منتبه على اللحمة ويهوي عليها. والمنقل اللي ماخذينه شوي صغير، وعندنا واحد كبير واحد صغير. قال عمر أنا استحبيت لهذا، قال والله إنه هذا عالي يعني ما أتوقع إنه راح يطلع صغير لهالدرجة. بس الحمد لله يعني آخر شي مشى الحال الحمد لله رب العالمين دبرناها. بس عن جد يا بنات الأجواء تجنن.
واحنا رحنا بوقت حلو زاد، يعني الشمس كانت تونها طالع. على فكرة أنا لليوم ما طبت من القريب أبشركم، وهذا السبب إنه يخليني دا أقصر شوي بالقناة، لأنه عن جد مرضانا صار لي يمكن أسبوعين على نفس المرضى، يعني حلقي خلوه على الله. الحمد لله على كل حال، والله يشفيني ويشفيكم أجمعين، لأنه الحزن الكل مرضانا، يعني مو بس ثاني هذا المواسيني إنه نشوف يقول مرضانين نحن بولدنا والعيلة كلها. فالحمد لله على كل حال، يعني هو جو مرض هذا، يعني هذا أيام صعبة بالنسبة للكل. فهينا نبلش عاد نشيل اللحمة. يا عمري اشتهيت عليه مرة ثانية وانا دبلج الفيديو، بس عن جد يعني أجواء كانت غير شكل. شايفين احنا من هاي الجهة احنا مقابل الشارع، بس على الجهة الثانية من الجبل احنا شايفين نص أزمير، مو نصها كلها تقريبا، يعني الجهة هاي المطلة كلها شايفينها، بس من الطرف هذا شايفين كل أزمير. كانوا عكيت، يلا المهم ما بمشكلة. يا بنات، هنا عمر دا يقول لي ثبتي حتى اخذ صورة. هاي ما اعرف عاد هو صورني ولا ما صورني ما ادري، بس انه انا سويت حركة التصوير. نايا الحلوة، شوفوا نايا لابسة فستان مين. هذا الفستان كان لثريا وقت كانت صغيرة قد نايا، يجوز أصغر لسه أصغر من نايا، لأنه لما فصلنا الفستان هذا حماتي سوته يعني عند البنت طرزت لنا إياه، كان كبير عليها أتذكر يعني. فعن جد يا الله، شايفات لما تحتفظون بشغلة تكون كويسة يعني يجي وقتها، إلا ما يجي وقتها تقولين انتي مستحيل أنا أرجع وأنا يعني من 6-7 سنين إنه أحتفظ بهذا الفستان لليوم. الله على الشكل بنات، اللحمة طلعت طعمتها زاكية وطيبة طيبة يعني. هاي العمورة حبيب قلبي، همي يا جمال. ده عسل طيبة ولا مو طيبة؟ لا قال طيبة غير شكل عن جد، يعني اللحمة طلعت طيبة. هي أول مرة نستمتع بلحم شوي برا، يعني أقولكم إياها عن جد أجواء كانت غير شكل. طبعا استوى الطعام على قولة ولدي، بس نايا هنا على وشك تنام، سويت لها قنينة حليب ونامي يا نايا. الحمد لله رب العالمين، هنتني بلتشل، هنتني يعني. هاي أول مرة أعترف إنه نايا تهنيني، خصوصا وقت نكون برا، بالعادة ما تنام. فهي مو شوية جو برد ولقت دفا وشبعانة، فعجبها الجو. بنات عن جد ماخذين راحتنا، ما بحدا بالمنطقة أبدا، مستغلين يعني مكان حلو بنفس الوقت. شوفوا ما الإطلالة عن جد غير شكل. طبعا هنا الكاميرا فصلت أكثر من مرة وأنا عصبت، وخلوها على الله أحسن شي يعني. طبعا أنا أحاول أدلل عمر، بلكي عمر يدللني ويعطيني قطعة لحمة، بس على الفاضي. لا حياة لمن تنادي عن جد، يعني ليش أنا أطعمك أنت ما تطعميني؟ طيب ليش على طول التضحية تكون من المرأة؟ طيب أزلمة وين دورك وين؟ يلا المهم يلا، هو مركز معدته بطنه، اللهم هو يشبع، بس ما بمشكلة. أقولكم شوفوا ما الإطلالة، شوفوا ما الجو الحلو، عن جد جو حلو كان، والله جو رومانسي صراحة. يعني انبسطنا احنا والولاد وغيرنا جو بنفس الوقت، يعني رجعنا على البيت كأنه مفضينا الطاقة السلبية اللي بداخلنا كلياتها. يعني رجعنا على البيت نمنا، والله بهذا اليوم نمنا بكير، حتى نمنا تعبانين. بس عن جد الشوي كان طيب يا بنات. حاولنا على فكرة، يعني أنا قلت لكم بالفيديو حاولوا، بس ما دبلجتها. شوفوا ما يندع سوي بعمر مقلب، قلت بلكي يفتح ثمه، هي بصل السمين مقشرة. على فكرة هو كان راح يفتح ثمه، بس عاد ما زبطت معي. ده خذ يا عمري، والله دا أدللك يعني. شبيك يا عيني يا روحي. أهم شيء الولاد انبسطم والله يا بنات، يعني حسيتهم غيرهم جو. بس لو بي ألعاب مثلا حديقة أو شي يعني قريبة على الجبل كان لسه انبسطم أكثر، بس يلا ركضهم شوي، لعبهم شوي، غيرهم جو. طبعا أنا هنا ما أعرف يا شليت يا ما شليت، لأنه ما شاء الله أسوي لعمر وارجع أسوي لثريا وارجع أسوي لمحمد، وقضيتها هيش. بس لا آخر شي يعني بردت قلبي. آخر شي بردت قلبي يا الله. صوتي والله صوتي داعي يقطش والله العظيم، يعني صوتي من المرض داعي يقطش على فكرة، مو من المونتاج. طبعا أرجع أدلل عمر. شوفهم هنا عاد ايش سويت لكم بيو، خذيت بثاري.
انزعجها والله انزعج، بس يستاهل ولا ما يستاهل؟ عن جد يستاهل. ليه ما طعماني هو؟ شايفني دا اصور يدللني قدام الكاميرا شوي. يا هنا يا بنات اجواء. هاي على فكرة كنت اللي اسوي شاي وانا ما اعرف كنت ايه. احنا هنا جايبين غاز على اساس نسوي شاي، انا جايبة عدة شاي كاملة تمام. ولا عمر يفتح الغاز لنشغل الغاز ولا يطلع الغاز فاضي، وتعبنا بيه ونقلناه لفوق الجبل ومن السيارة ومن البيت، واخر شي والله شوفوا ما الغاز جنبها ويطلع الغاز فاضي ما بيه ولا حبة غاز. عمر تارك المعبي وجايب الفاضي. فقلت يلا بلا ما نرجع على الفاضي ومشتهين على شي دافي بهالجو، يعني المغرب صارت برد. فقمت سويت الحمد لله انه انا حاسبة حساب وجايبة نسكافيه. فقمت حطيت كاستين مي وشغلت جوان الحطب، قلت لحالي راح اسوي نسكافيه، يعني مستحيل حتى لو المي يلا دافية راح اسوي. بس عن جد عن جد يا بنات المي غلت، يعني مع انه عودان بسيطات بس زعلت عدلت شحورت. بس الحمد لله ما عذبتني بالتنظيف يعني. بس عن جد النسكافيه جت بوقتها، يعني حاسة الجو كان بوز 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 هنا آخر لحظات يا بنات. والله ودعت المكان واني مرتاحة، واقول يا لو اقدر انام هنا يعني بفرق اصلا لو عندي خيمة نمت صراحة. والنسكافيه جنب النار وحركات وهي عن جد اجواء حلوة غير شكل. اذا تقدرون كل فترة من فترة للثانية مثلا تطلعون تغيرون جو، يعني شايفين هاي الاجواء البسيطة والله يعني قادرة انه تحفزنا وتشجعنا انه نكمل بهالحياة الصعبة وانه نستمر، وانه لسه الحياة بيها شي حلو بالرغم من انه ما ظل بيها شي حلو. ما عرفاني صارت عندي قناعة ما ظل بيها شي حلو، يعني احلى من اللي شفناه ما نشوف ابدا. فالله يسعدكم حبايب قلبي، لا تنسون اللايك والاشتراك، ولين نقول لكم باي، احبكم، مع السلامة يا احبابي.